السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تجهيزات رمضان 2023، كل سنة وانتم طيبين. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. يلا يا أمورة انت وهي هندخل التين، هتتحمسي وهتتشجعي وهتوفري كمان. هتوفري يا هنا؟ هتوفري يا حبيبة هنا. بسمكة واحدة بس ادخلي هتعملي غدا كامل متكامل لبيتك من سمكة واحدة، معاها بركة ربنا هتعملي أحلى غدا لولادك، وممكن يكون فطار في رمضان. كل سنة وانتم طيبين. يلا نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ونبدأ الفيديو بتاعنا. بما انك وصلتي لحد هنا يبقى انت احلى واحده في صحبه الجنه ان شاء الله. هنعمل ايه يا هنا؟ هنعمل احلى اكله، بس بالله عليكي لو الاكله عجبتك يلا لايك لايك لايك، وبالله عليكم جزاكم الله خيرا لو تقعدوا كام دقيقه في الفيديو. هتعملي يا هنا حبتين طماطم وحبتين بصل وقرن فلفل وسمكه واحده بس، سمكه واحده بس يا هنا. معانا بركه ربنا يا حبايب. هنا حطينا شويه من الزيت وهنقطع البصل، وهشوف الوصفه القمر. بصراحه الوصفه دي انا اخدتها من امي ربنا يديها الصحه، كانت بتعملها لنا واحنا صغيرين، فجت على بالي كده بما ان الايام دي يعني ربنا يرحمنا برحمته ويرزقنا بركته، اللهم امين يا رب العالمين. طب قبل ما نقول بقى بركه ربنا لازم نعرف بنجيب البركه منين. اللي معانا حافظ لكن اللي لسه جديد عايزينه يحرف معانا بركه ربنا ويبقى معانا في صحبه الجنه ان شاء الله. هنجيب البركه منين؟ من صلاتنا الصباحيه ودعائنا التحصيني، واهم حاجه ان احنا نحسن الظن في الله ويكون عندنا يقين في الله بان النهارده هيكون يوم جميل. النهارده وبكره وبعده وكل ايامي وايامكم جميله ببركه رضا ربنا علينا. وشعارنا في القناه زي ما كلنا عارفين، طول ما اذكارك ملازماكي طول ما بركه ربنا معاكي. ما شاء الله تبارك الله. دخلنا الفيديو كده وما شاء الله حماس ونشاط، واكيد ده حسنه من صوتي. ليه الحماس والنشاط ده يا هنا؟ علشان انا بسجل لكم دلوقتي النهارده ان شاء الله غره شهر رجب. كل سنه وانتم طيبين. شهر من الاشهر الحرم اللي بتعظم فيه الاعمال. بتتعظم ازاي يا هنا؟ يعني ربنا يعافينا، السيئات بتعظم والحسنات كمان بتتعظم بمقدار لا يعلمه الا الله. كمان بيسمى يا بنات الشهر الأصب. يعني ايه الشهر الأصب؟ يعني ربنا عز وجل على ايام الصحابه وعلى ايام الرسول كان اكبر عدد بيستجاب منه الدعوات واكبر عدد بيشفى فيه المرضى بيكون في شهر رجب، الشهر الأصب اللي ربنا سبحان الله عز وجل بيصب علينا الرزق فيه صبا صبا، وكمان بيشفي اكبر عدد من المرضى. يعني ربنا جعل لنا شهر كده من الاشهر الحرم اللي ما شاء الله تبارك الله. الحمد لله ان ربنا ادانا الصحه وادانا العمر وادركنا الشهر ده، وباذن الله نعمل فيه على قد ما نقدر. بما ان الاعمال معظمه فيه يبقى احنا نكسر من ايه؟ نكسر من كل حاجه حلوه بنقدر عليها. يلا وصفتنا زي ما انتم شايفين طماطم وقرن فلفل صغنطط كده، وهنحط البصله تتحمر زي ما انتم شايفين، وحته من الثوم المتفرز اللي فرزناه مع بعض. ووصفتنا شغاله هنعمل صلصه عاديه جدا جدا، وهنحط لها بقى ملح وكمون، وهقول لكم الخطوه الجايه واحنا بنتكلم على شهر رجب. كل سنه وانتم طيبين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اللهم امين يا رب العالمين. عايزين يا بنات ننتهز كل دقيقه في الشهر ده، عايزين نزرع في شهر شعبان، شهر رجب وشهر شعبان، علشان ان شاء الله نحصد في رمضان. نحصد ايه؟ نحصد عتق من النيران. العتق يا بنات، العتق اهم كتير جدا من الاستغفار او المغفره. المغفره ان ربنا يغفر لنا الذنب بس بيكون موجود في الصحيفه بتاعتنا، ويوم العرض عليه بيتقال الذنب، وربنا عز وجل بيقول قد غفرت الذنب ده لعبدي. لكن العفو محو للذنوب يا بنات، يعني صحيفتنا تبقى بيضه من الذنب. يعني مش هنقف كده يوم العرض والذنب يتعرض وبعدين يتغفر، لا ده بيتمحي من الصحيفه بتاعتنا. اللهم اجعلنا من عتقائك في شهرك الكريم. ايام كلها بركه بركه، اوعوا تضيعوا دقيقه واحده فيه، اوعوا تضيعوا وقت من غير ما تاخدوا اجر ومن غير ما تقبلوا دعوه يعني تقولوا دعوه ربنا يستجيب. اوعوا تضيعوا اجر صله الرحم، اوعوا تضيعوا اجر بر الوالدين، اوعوا تضيعوا تبسمك في وجه اخيك صدقه، اوعوا تضيعوا اماته الاذى من الطريق. حاجات كتيره جدا جدا، واهمهم جبر الخواطر. من كان بين الناس جابرا للخواطر ادركه الله في جوف المخاطر. يعني ما شاء الله كل حاجه نجدد النيه ونحول العاده لعباده. ايه دي يا هنا؟ دي سمكه يا حبايب. انا كنت متبلاها، وبصراحه مش هكدب عليكم انا كنت جايبه سمك وشويت سمك يوم الجمعة، وفضلت سمكة واحدة بس مش ليها مكان في الصينية، يعني علشان اشويهم كلهم في الصينية في الفرن. فقلت طب خلاص اخليها، وان شاء الله باذن الله انا ناوية على الاكلة دي اعملها يوم تاني. رحت جايبة السمكة كانت متبلة من جوه بالثوم والحاجات الحلوة والليمون والقمر ده، وعملت الصلصة اللي انتوا شفتوها وزودتها حبة من المية، ونزلت السمكة زي ما هي تتسلق في المية بتاعت الصلصة. ما شاء الله تبارك الله السمكة هتشرب من الصلصة ومن البصل ومن الثوم والحاجات القمر والبابريكا اللي حطيناها، وما شاء الله تبارك الله
تتسلق سلق جميل قوي وهتدي للصلصه طعم قمر القمر، لان احنا غاسلين السمكه كويس جدا، متبلينها بملح وليمون، وكمان التتبيله اللي انتوا عارفينها اللي هي فلفل وثوم وكزبره وكمون. يعني ما شاء الله تبارك الله سمكتنا متبهره ومتبله، وصلصتنا كمان متبهره، يعني قمر القمر. على ما السمكه بتاعتنا تستلق كده هنعمل احلى شويه رز بالشعريه، شويه زيت وحته زبده، ومشي دنيتك كده والدنيا تمشي. ما هو ربنا سبحان الله عز وجل عمره ما بينسى عبده ابدا ابدا. ربنا ضمن لنا الرزق يا بنات. ودايما هقول لكم في ايام الغلا دي عندنا سلاح واحد، نعبد الله كما امرنا وسيرزقنا كما وعدنا. يبقى احنا نحارب الغلاء بحسن الظن في الله واليقين. اعملي اللي عليكي، وده صدقيني ربنا هيوفي لك حقك كامل مكمل باذن الله. يلا بما ان احنا قلنا ربنا وقلنا الحق وقلنا كده، يبقى علينا حق ان احنا ندعي لينا ولجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين، دعوه بظهر الغيب ناخد منها اجر. اللهم بارك في عمر امي هي وجميع امهات المسلمين، وارحم ابويا واغفر له وجميع اموات المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارزق كل مشتاق الذريه الصالحه، اللهم امين. حبيبتي ام محمد وردينا من السعوديه، ردينا وحبيبتي ام محمد من السعوديه، معلش انا اسفه، شكلي ركزت مع السمكه اللي شكلها يفتح النفس هناك دي. وربنا يا رب يفك كرب كل مكروب ويسد دين كل مديون يا رب العباد. ما شاء الله يا بنات، ربنا يخليكم ليا ويدومكم نعمه على قلبي، اللهم امين. بما ان احنا بندعي لينا، عايزين كمان ام عادل حبيبتنا واختي بنوتي مش اختي، بنوتي الكبيره في القناه، ربنا يصلح حالها ويحميها يا رب. بتقول ان هي تعبانه، عايزين ندعي لها بالشفاء ان شاء الله. ربنا يشفيكي يا ام عادل شفاء لا يغادر سقما، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيكي. ام عبد العزيز او ام زيزو ما شاء الله تبارك الله، عايزين ندعي لها ربنا يفرج كربها ويزيل همها ويرزقها من حيث لا تحتسب. ام حبيبه كمان معانا عايزين ندعي لها، عايزين ندعي لنا ولاخواتنا كلهم ربنا يفرج كربهم ويزيل همهم ويرزقهم من حيث لا يحتسب. ربنا يرزقكم رزق الحلال وراحه البال، اللهم امين. وربنا يرزقكم رضا الله عز وجل. يلا يا بنات، يلا يا بنات، يلا يا بنات، الشهر رجب، الشهر الاصعب. هفضل اقول لكم كده، وان شاء الله باذن الله هحاول اطلع بس باذن الله. والله انا كنت ناويه النهارده ليله رجب ان انا اطلع بس معاكم، لكن والله العظيم الظروف كانت غصب عني، الحمد لله قدر الله وما شاء فعل. يلا نقول اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليك. الله ربي لا اشرك به شيئا، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. ايه يا هنا، الصلصه بتاعتي اتسبكت وبقت قمر القمر، زودتها كوبايتين من الميه عشان عايزه الصلصه تبقى سايله شويتين كده يا بنات. ما شاء الله تبارك الله هتدوقوا الاكله دي، ما اعرفش انتوا تعرفوها ولا لا. اللي تعرفها هتنزل تكتب لي في التعليق تحت ان هي تعرفها. احنا بنقول عليها شكشوكه سمك. طبعا لقيت الطماطم لونها مش احمر قوي فزودت شويه من البابريكا عشان اعزز اللون والطعم. زي ما انتم متعودين مع هنا، حياتنا بسيطه كده وسهله وجميله ان شاء الله ببركه رضا ربنا علينا. خلي الاذكار محوطاكي طول اليوم طول اليوم طول اليوم، صدقيني هتحسي ان يومك جميل جميل جميل. عارفين يا بنات لما ربنا ينعم علينا بنعمه السجود ليه، ما شاء الله نعمه جميله جدا جدا جدا. عايزه ان شاء الله في فيديو اتكلم معاكم. انا قعدت فتره طويله جدا بصراحه محرومه من ان انا اسجد لله عز وجل، بصلي وانا قاعده، كان نفسي المس الارض، نفسي اسجد لله. تخيلوا في ناس كتير جدا عندها النعمه دي وحارمه نفسها منها. بمجرد ما ربنا اذن لي، الحمد لله ان ربنا اذن لي، اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد حتى يبلغ الحمد منتهى، وقدرت ان انا اسجد كده واحط راسي على الارض. لا تتخيلوا المتعه يا بنات، المتعه والراحه وانت ساجده لله. ادعي طول ما انت ساجده، ادعي باللي قلبك موجود في كل حاجه، اتكلمي مع ربنا، فضفضي مع ربنا، احمدي ربنا انه اذن لك تسجدي في الارض كده لله عز وجل. انا بستنى الصلاه بعد الصلاه من كتر الفرحه ان انا ربنا انعم عليا وقدرت اسجد في الارض. انا يمكن اول مره اقول لكم المعلومه دي، انا الحمد لله كنت محرومه من النعمه دي، لكن ربنا انعم عليا بالدعاء وبدعائكم انتوا، ربنا يخليكم ليا. ربنا استجاب وعافاني كده وقدرت ان انا اسجد. يا جماعه السجود ده نعمه، اوعوا تحرموا نفسكم منها، اوعوا مهما كان. اوعي تقول انا بقف مش قادره اقف، رجليا بتوجعني. ما احنا بنقف في المطبخ بالساعات، ما احنا بننظف البيوت بالساعات، ما فيش حاجه يعني لو شويه صغيره وقفنا لله وسجدنا له. ده السجود ده نعمه وراحه راحه يا بنات. ربنا يا رب ينعم علينا. وطول ما انت قريبه من ربنا هتكوني قريبه من الخير كله والبركه كلها. خلي حياتك مع الله، خلي حياتك كده مع الله دايما دايما دايما. خلي كده لو اي حاجه ضايقتك اول حاجه تقوليها وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد.
حسبي الله أنت، اللهم أنت حسبي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. قول يا رب وكلتك أمري يا حسبي ويا كفيني ويا وكيلي. يا رب وكلتك أمري يا حسبي ويا كفيني ويا وكيلي. ما شاء الله الأدعية الجميلة دي بتدي انشراح في الصدر وبتدي راحة وبتديكي بركة صدقيني، وبيكون أصلا ربنا أنعم عليك وألهمك إن أنت تذكري الله. ربنا يا رب يجعلنا كلنا من اللي يكون ربنا راضي عنهم ويلهمنا طاعته يا رب. عملت ايه يا هنا؟ نضفت السمكه كلها من كل الشوك وفتفتها صغنطه صغنطه كانها تونه كده يا بنات، ونزلتها في الصلصه. بقت الصلصه دلوقتي كلها عباره عن قطع من السمك. هو طبعا الصلصه سايله. طب هنعمل ايه بالصلصه السايله دي يا هنا؟ هنعمل معلقتين من الدقيق في شويه ميه كده كانها نشا يعني، ونبتدي ننزل شويه بشويه لحد ما الصلصه دي تمسك معايا شويه، تبقى ايه يعني هلاميه كده ولها قوام كده. هتشوفوا القوام معايا دلوقتي، بتزودي حبه صغيره بحبه صغيره لحد ما توصلي للقوام اللي انت عايزاه. الشكشوكه دي يا بنات شكشوكه سمك طبعا، انا ما اعرفش هي اسمها ايه او حد عارفها اصلا ولا مش عارفها، بس انا فعلا بحبها جدا 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 وحلوه جدا. لو عندك اطفال ومش بيعرفوا ينضفوا السمك، نضفي كام سمكه كده وحطيهم كلهم في الصلصه كده، هياكلوا السمك كله هم مش حاسين. شايفين المعلقه مليانه قطع من السمك، وفي نفس الوقت القوام بتاعها زي ما انتم شايفين كده جميل. عايزه تغمزيها بعيش ماشي، عايزه تحطيها على الرز ماشي، كل حاجه ماشيه ببركه ربنا عز وجل. دلوقتي احنا عملنا خلاص الشكشوكه وعملنا الرز في الحله التانيه بالشعريه. اللهم لك الحمد، الدنيا شغاله طول ما ربنا ملهمك كده ان لسانك يذكر، هتلاقي الدنيا كلها شغاله. ايه يا هنا ده؟ عايزه احذركم يا حبايب هنا، اوعى حد يجيب الحلبه ويستخدمها على طول من عند العطار. شوفوا لون الميه اللي حطيتها عليها، انا اول ما شفت الميه اتخضيت، بس قلت لازم اصورها معاكم عشان ناخد فكره مع بعض. اغسليها مره واثنين وثلاثه وعشرة لحد ما توصلي للون الذهبي القمر ده، ويلا بقى فرطيها كده في مصفى وحطيها في الشمس في البلكونه، ويبقى عندك كده احلى ذهب. الحلبه اقوى من الذهب يا بنات، وطبعا مفيده جدا كلكم عارفين. طبعا يا بنات مش هنخلص الفيديو بتاعنا غير وفي نخله خضراء هناك كده، لازم نزرع النخله. النخلات يا امارات سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، احلى نخله في الجنه ان شاء الله. ربنا يا رب يرزقنا واياكم الفردوس الاعلى، اللهم امين. بحبكم 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 يا صحبه الجنه. ان شاء الله احنا هيكون عندنا حسن ظن في الله ان كلنا متجمعين على المحبه في الله، وان شاء الله ربنا يكافئنا بالفردوس الاعلى، اللهم امين. استودعكم الله.